الام دي هي ومرات ابنها كانوا راجعين من عند الدكتور، دخلوا البيت، بصت الام كده لقت والاطباق مرميه في كل مكان، ولقت ابنها قاعد بيتفرج على التلفزيون، فبتقول له ايه الكركبه دي؟ قال لها انا جعت فدخلت عملت اكل. فقال لزوجته ما تنسيش تدخلي تغسلي المواعين. هنا الام قالت له انت مش شايف ان مراتك حامل وتعبانه وبعدين مش قادر تغسل الطبقين اللي انت اكلت فيهم؟ لها انا لسه راجع من شغلي تعبان، وانا ليا شغلي وهي ليها شغلها. وسابهم ودخل الاوضه. دخلت الزوجه المطبخ لقت الدنيا بايظه خالص. دخلت حماتها عشان تساعدها، وبعد ما خلصوا كل حاجه جهزوا الاكل وقعدوا ياكلوا. هنا الزوج صحي من النوم فلقى الاكل لسه بيمد ايده عشان ياكل. فالام قالت له استنى، كل حاجه وليها سعرها. قال انا هدفع فلوس في بيتي؟ قالت له طبعا، لو رحت جبت حد ينظف ويعمل لك اكل مش هتدفع له فلوس؟ بص يا ابني، زوجتك بتتعب علشاننا كتير جدا، وهي حاليا دلوقتي تعبانه وغصب عنها علشان الحمل، يبقى لازم نراعي ظروفها، نحاول ما نتعبهاش. الحياه تعاون.